السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل دلوقتي تيست على السريع لطريقة تثبيت ويندوز 11 بآخر إصدار. جوست اشتغل على أي جهاز ستاندر، تمام، تعريفاته متوافقة مع أي جهاز في الدنيا، أو أصلا هو بينزل بدون تعريفات أساسا، وبالتالي هو بيكون يعني مهيأ إن هو يشتغل على أي جهاز. نفترض إن ده الجهاز بتاعك أنت الشخصي، تمام. أنا بتكلم إن هو جي بي تي، ويندوز 11 جي بي تي، يعني يشتغل على نظام يو اي اف اي، تمام كده. جي بي تي مش ام بي ار، تمام. مبدئيا مثلا جالك الجهاز وليكن زي كده، انت جيت تشغل لابتوب او جهاز ديسكتوب عادي، ضغطت على الباور لقيت ان هو ما بيشتغلش مثلا، زي كده مثلا، تمام. فهتركب الفلاشة بتاعتك، وبعد ما تركب فلاشتك هتدخل، لو هو مثلا اتش بي هتضغط على زرار اف 9 في البوت مثلا، او لو هو ديل هتضغط على اف 12، وبعد كده بتختار الفلاشة بتاعتك وليكن مثلا زي كده. هيجيب لك الاسطوانة بتاع الصيانة بتاعتك او اي اسطوانة صيانة براحتك. هو اصلا دخل اوتوماتيك. بالمناسبة دي النسخة الميني، يعني 2 ميني ويندوز بس على السريع، لان انا عامل اسطوانة فيها 9 ميني ويندوز حجمها 11 جيجا. فالمهم هتفتح معانا مثلا وليكن بالشكل ده، وهنقسم وافرد لك واظبط لك الامور قدامك من غير ما اقطع فيديو ولا اي حاجة. تمام، انا كده سايب الدنيا شغالة اهيت. يا مسهل الحال. انا بالمناسبه صغرت لك الابعاد هنا، لان هي انا عندي برامج كتير موجوده في الميني ويندوز. حتى التوصيف اللي بيطلع هنا كان بيبقى كبير عشان الشاشه 1920 مثلا، ابعاد كبيره يعني، فصغرت لك الدنيا. المهم مثلا هنطلع مثلا البارتيشن ويزارد زي كده. انا كده عندي الجهاز مش شغال، وزي ما قلنا جي بي تي او يو اي اف اي، والجهاز مش شغال. مبدئيا هطلع ده كده. طبعا البارتيشن ده بتاع الداتا اللي هو الدي، احذف كل البارتيشنات ما عدا البارتيشن ده. وطبعا لو عندي اس اس دي هيبقى فوق هنا كده، احذف كل اللي فيه واتاكد ان مفيش بارتيشن عليه داتا. كده عملت ديليت للايه، للبارتيشنات اللي بيبقى عليها السيستم، تمام. ما تنساش هنا انا عندي الهارد ام بي ار. طب انا ام بي ار مش هينفع معايا، الام بي ار بيبقى ليه طريقه تانية وخاصيه تانية، تمام. فهنعمل كده convert ام بي ار ديسك تو جي بي تي ديسك، وبعد كده سيب دي زي ما هي كده انلوكيتد كده مظبوطه ومفيش اي مشاكل. انا بديك الطريقه السهله، في بقى اللي يقعد يقول لك اعمل كذا وكذا، بس انا بختصر لك يعني. كده انا كده الهارد جي بي تي عندي والداتا بتاعتي موجوده زي ما هي اهي، تمام. هنقفل دي خالص، وبعد كده هندخل على 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 ايه، هو راح فين؟ سايبر بروتكت اللي هو اكرونس، تمام. دبل كليك كده عليه، بيفتح معايا بالشكل اللي انت شايفه ده كده. اختار من هنا ريكفري، هنا ريكفر. احنا عاملين بالمناسبة البوت ده او الجوست ده بالاعدادات المصرية، يعني هينفع لمحلات الصيانة في مصر، تمام، او لاي شخص في مصر عامة. وهختار الخيار الاولاني زي ما هو، وهقول له انا اخترت الوقت والتاريخ اللي انا عملت فيه الباك اب بتاعي، نيكست. واختار هنا كل ملفات الاقلاع او السيستم، نيكست. وبيقول لي هنا انت هتحط فين الويندوز بتاعك، او هتثبت الويندوز ده فين. هل في الداتا ده اللي عليه الداتا بتاعتك، خلي بالك الدي. بقول له لا، انا عايز في الانلوكيتد اللي فوق دي كده، وادي النكست. وبعد كده تاني، لان الجوست بتاعنا او الباك اب بتاعنا هو عباره عن ملفين، ملف بارتيشنين يعني. بارتيشن الاي اف اي اللي هو المسؤول عن البوت الجي بي تي والاقلاع، تمام. والبارتيشن التاني اللي هو للسي، والسي يعتبر في الجي بي تي بيكون عباره عن ملفات فقط لا غير، مش مسؤول عن الاقلاع ولا اي شيء. اللي مسؤول عن الاقلاع ملف الاي اف اي او بارتيشن الاي اف اي. وطبعا بيكون فات 32، تمام، بيكون فات 32. ما ينفعش يكون مثلا جي بي تي وان تي اف اس والقصص دي غلط، هتأثر معاك في الاقلاع وكده. المهم انا عندي مثلا هنا الباك اب بتاعي ده، هو بالمناسبة انجليزي، تمام. بيدعم معاك اللغة العربية كتابيا، يعني تكتب في الكيبورد عربي وانجليزي مفيش مشاكل، لكن الواجهة كلها انجليزي. عليه اوفيس 2024، تمام. عربي وانجليزي الاوفيس، يعني عربي وانجليزي واجهة وكتابة، يعني الاتنين. تقدر تحول عربي وانجليزي براحتك.
واوفيس 24 باخر تحديثات 24. وده الجوست بتاعنا او الملف الباك اب الجي بي تي، عامل 6 جيجا و600. تمام. هو خلاص هو احلى حاجه في الاكرونس. اكرونس عامه يشتغل معاك ام بي ار ويشتغل جي بي تي. تمام. انا بحاول ادي لك كميه المعلومات كلها في فيديو واحد، عشان وبدون ما اقطع فيديوهات ولا منتج، لان عايزين نخلص. انا يعني ربنا يعين الجميع. المهم يعني الاكرونس ميزته ان هو سريع. تمام. يدعم معاك ام بي ار، يدعم معاك جي بي تي. وغير كده مشاكله واخطائه او اعطاله قليله مقارنه بنورتون جوست. تمام. دي نقطه مبدئيا. ونقطه برضو تانية هوضحها لك، مفيش حاجه اسمها جوست جي بي تي. جوست دي اتقالت لان برنامج نورتون جوست اصلا هو اللي بيعمل الجوست من سنه 95. واخد لي بالك؟ انا كده خلصت هرستر الجهاز اهو، وهلغي الفلاشه بتاعتي او الاسطوانه بتاعتي. لغيتها كده خالص. هيبدا بقى الجهاز يشتغل معانا، هيبدا يفتح كده معانا على طول، وباذن الله يعني مش هيتاخر معاك. يعني هي الفتح بس. يعني لو عندك الهارد مثلا اس اس دي او ام 2 7 8 ثواني فتح. اتش دي دي مش هيكمل برضه معاك، يعني باذن الله ممكن في ال 30 ثانيه ولا حاجه، او على حسب كفاءه الهارد وحالته. المهم ندخل على النقطه المهمه اللي هي بتاعه الايه، كلمه باك اب وكلمه جوست. جوست دي لان ملف الباك اب اللي بيطلع بالنورتون جوست، الملف ده عباره عن صيغه الملف جي اتش او. تمام. متاخده بالنورتون جوست، ولذلك احنا قلنا جوست. فيما بعد نزل علينا بقى الحاجات الجديده دي اللي هي الجي بي تي واليو اف اي. الحاجات دي ما كناش عارفينها. فلما بتيجي تعمل جوست او تعمل باك اب، الناس لسه حاطه في دماغها كلمه جوست وحافظه جوست، ما يعرفش يعني ايه باك اب اكرونس ولا الامور دي. تمام. بغض النظر يعني في برامج كتير غير اكرونس واحسن من اكرونس. المهم هو كده نزل معانا اهو. تمام. لو جبنا الخصائص، انا عملته بروفيشنال، لا حبيت اهري فيه ولا مثلا اشكال وسمزات وصور والكلام الفاضي ده. تمام. وهيشتغل معاك اسرع باذن الله من الطريقه العاديه، لان انا مش حاطط لك فيه اي تعريفات اساسا. تمام. ويندوز 11 برو 24/3. احنا اصلا دلوقتي في 25، يعني ده كان امبارح. تمام. والبيانات بتاعتنا لو حد بعت لي رساله على الرقم هزفه، ده رقم شغل مش عايزين وش. المهم يعني الحاجات دي انا بعملها لمزاجي مش اكتر. فالمهم وتقدر تجين ويعني والدنيا حلوه يعني. دي نقطه. تاني نقطه، انت في عندك هنا الوين امب. تمام. لو انت عايز مثلا تشغل اغاني وبتاع التراث المصري بتاعنا القديم. عندك الفي ال سي انا منزله لك عربي. تمام. عندك اللغه اصلا نازله عربي وانجليزي. تمام. انا فاتح لك هنا الوقت والتاريخ عامله لك، يعني انا مفعل لك الخاصيه بتاعه الموقع بحيث ان هو يعمل الزون اوتوماتيك، بحيث ان هو يظبط لك الوقت والتاريخ من غير انت ما تعمل اي حاجه، من اول ما يشبك انترنت على طول زي كده مثلا اهي. بس طبعا دلوقتي هو هياخد الوقت والتاريخ بتاع السعوديه مش بتاع مصر. نركن لنا بقى دي. عندك هنا ده تفعيل ويندوز اوفيس، دبل كليك بس كده خلاص تم التفعيل. اركنهولي على جنب هنا ملناش دعوه بيه. عندك ملفات البي دي اف هتفتح معاك هنا. تمام كده. نطلع من ده خالص. عندك متصفح بريف، انا مرضتش احطهم انستول اونلاين مثلا بحيث ان هو ينزل لك اخر تحديث وكده، لا انا حطيتهم لك اوف لاين. وكده كده هو اصلا هيحدث من نفسه اوتوماتيك اخر اصدار يعني. تمام. حطيت لك برضو كروم. بالمناسبه كروم تعبان، لكن بريف جاحد جامد رهيب، لا اعلانات ولا كلام فاضي ولا الامور دي. تمام. البرنامج ده الميزه اللي فيه ان هو يحذف لك كام برنامج ورا بعضهم وينظف لك الريجستري بتاعهم مره واحده، يعني كليك يمين انستول خلاص، ونظف لك الريجستري كمان اهم شيء، وبالتالي بيوفر لك مساحه اكبر. ندخل بقى على المهم بتاعنا بقى، الوورد او الاوفيس عامه. المجموعه انا مثبتها لك كامله، هيشتغل معاك باللغه الانجليزيه لان الواجهه بتاع الجهاز نفسه انجليزي او بتاع السيستم نفسه انجليزي. لو دخلت هنا على اوبشن واخترت اللانجوج بتاعتنا هتلاقي ان في هنا اللغه العربيه والانجليزيه، انا مظبطها لك جاهزه اوتوماتيك. هنخليها فوق كده وهنقول له ايه، شقلب واجري او دحرج واجري على حسب ما تهب معاك.
هتيجي تفتح تاني من اول وجديد زي كده هتلاقي عربي معاك. وبالتالي انت كده وفرت، انت عندك الاتنين اوفيس عربي وانجليزي، يعني لا هتحتاج انك تقعد تحذف وتثبت ولا تركب فلاشة تاني، مفيش الكلام ده، مصرية. تمام. السيمز البروفيشنال مش هتلاقي فيه صورة كده ولا سيمز كده ولا تغيير في اللوجو ولا في الايقونات ولا بدنجان خالص. تمام. عندك هنا بروجرام مستر بدنجانة دي، هتلاقي هنا في الاتنين دول اضافتين، دي من هنا شت داون على طول، وهنا يعمل لك ريستارت اوتوماتيك. طبعا هنا بيقول لك انا عايز اشغل انتي فيروس لان انا فاصله. تمام. انت بقى لو عايز تشغله تفصله براحتك من هنا كده، وتدخل على ايه، على هنا كده، وادي انا ملس عليه، ايوه اهي ويندوز سيكيورتي، وبعد كده اوبن ويندوز سيكيورتي، وتفعل الخيارات بتاعتك. ادي ايوه، وانطلق يا باشا. طيب انا فاصله ليه؟ ناس كتير بتشتكي منه، خصوصا بتوع الموبايلات، وخصوصا الناس اللي بتثبت برامج من على النت، ويقعد يقول لك انا كل شويه اقف واحذف والقصه دي. طيب عندك هنا الايرو ادمن ده زي الان ديسك. هو فين الان ديسك اصلا؟ كنت حاطه هنا مش فاكر. المهم ده زي الان ديسك او زي التيم فيور كده. عندك هنا فايرفوكس لو انت عايز تزود متصفحات براحتك، فايرفوكس. عندك ايدج، عندك الاوبرا. تمام. النسخه دي خاصه يعني رايقه، يعني ما فيهاش مثلا استهلاك في الرامات كتير والكلام ده، مع العلم ده كفاءه واحسن واحد في الكوكب. طيب ايه الحكمه ان انا حاطط لك بارتيشن ويزارد هنا؟ لان اوقات كتير لما تيجي تثبت الويندوز بالطريقه اللي احنا عملنا دي، هيظهر لك هنا بارتيشن الاي اف اي. تمام. ممكن يظهر هنا، فلو ظهر هنا سيادتك هتعمل كده كليك يمين، اخفاء هيدن بارتيشن. خدت بالك كده؟ بتقول له هنا ايه؟ الابلاي الجميل. عفوا واحلى مسا. المهم لو هو ظهر هيختفي معاك. دي كده طريقة تثبيت ويندوز 11 باخر تحديثات. وبالمناسبة برضو في نقط هنا مهمة، الناس اللي بتقول لك استهلاك الرامات والكلام دوت، حاضر يا باشا عينيا. ادي الاستهلاك بتاعه اهو. تعال نكبر دي كده. اذا دخلنا مثلا هنا انا بحاول اخلي لك الوضع يبقى خفيف يعني ورايق، مفيش هري مثلا في الاستهلاك وكده. المفروض ان دول 53 بس سيرفيس هم اللي بيشتغلوا، مع الوقت وكده بيتظبط يعني بينزل ل 53، وده كده الاستهلاك. تمام. راجع بقى على خدماتك هنا كده براحتك، وقف اللي توقفه وتشغل اللي يعجبك براحتك، انت حر. انا موقف هنا كل الحاجات اللي بتشتغل في الستارت اب عشان الاقلاع معاك يبقى سريع. تمام كده. طيب النسخة دي لو دخلنا مثلا على الكنترول بانل هنا وشوفنا الدعم بتاع النت فريم ورك بتاعها، هتلاقي ان هي فيها من اول نت فريم ورك لحد 4.8. انا محدثهم لك كلهم مرة واحدة. تمام. ودي اصلا بتدعم البرامج بتاع السيكوال بتاعتنا، او لابد منها للبرامج عامة يعني. طبعا مع احمد البرامج اللي متثبته مثلا على البتاع وكده على الويندوز. تعالى يا حبيبنا، ادي الاوفيس عربي وانجليزي اهو، لو عايز تحذف واحد منهم براحتك احذفه. وطبعا البرامج اللي احنا اتكلمنا عنها هنا من شويه اهي، الاتنين دول تبع شغلنا احنا عشان يعرض ملفات الفواتير والتقارير والكلام ده. ودي مجموعه الفيجوال سي بلس بلس كامله. تمام. وادي الريموت ديسكتوب، مرضتش احذفه سيبته، وعلى الرايق ما فيهاش هري كتير ولا فيها بتاع. دي كده طريقة تثبيت الويندوز بصيغة جي بي تي على هارد او بوت اقلاع يو اي اف اي. تمام كده. تمام كده. باذن الله هعمل لكم واحدة تانية جوست ام بي ار، مش هنعملها بالاكرونس، هتبقى جوست ام بي ار. وباذن الله هرفعها لكم على تليجرام، مش هرفعها على الفيس، على التليجرام. الناس تجربها الاول، عجبتهم اشتغلت معاهم زي الفل، هرفعها على الفيسبوك وهعمل البوست بتاعها، ولو فيها اي مشاكل ولا حاجه نظبطها.
ما فيهاش والدنيا جميله. بالمناسبه انت عندك برضو الستور هنا والدنيا حلوه، يعني بيشتغل معاك والدنيا تمام. مع ان انا حازف، انا مفرتك النسخه، يعني ما فيهاش اصلا تطبيقات لمايكروسوفت الا حاجات بسيطه او اللي انا عايزها بس المهمه. يعني انا سايب ده علشان خاطر الاتش بي سمارت بس، والواتساب مثلا، لو مع انك ممكن تحط الواتساب ويب يعني عادي يعني. المهم هنعمل واحده باذن الله ام بي ار، وبرضه هتكون بدون مشاكل وبدون تعريفات. لان اكبر غلطه ان احنا كنا بنحط فيها التعريفات اوتوماتيك. تمام، بتطلع اسطوانه التعريفات يقول لك ان هي الاصدار بتاع اسطوانه التعريفات 30 ثانيه تفضل قدامك كده، بيقول لك ان اصدار التعريفات اللي انت حاطه ده، اسطوانه التعريفات يعني قديمه من زمان. طب انا حاطط واحده من زمان ليه؟ لان احنا بنستخدم الونزات ديت على الاجهزه القديمه، وفي نفس الوقت حجمها بيبقى صغير. ولما بحط اسطوانه التعريفات جوه هنا في الويندوز يعني، الحجم بيكبر. انت لو تلاحظ كل الويندوزات اللي كانت قبل كده 9 10 جيجا، دلوقتي كل ده هتلاقيه مثلا في 6 جيجا وكسور مثلا، 6700 باين او 6600. تمام كده. فباذن الله هرفعها لكم، ولو في اي حد عنده اي ملاحظات يقولها. وبحمد ربنا ان انا الفيديو ما قطعتش فيه ولا اي حاجه، انا جه معايا حته واحده كده سبهلله يعني. يلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هحط لك اللينك في الديسكريبشن او في الديتيلز كده تحت، او التفاصيل او اي بدنجان، لان انا ما اعرفش اصلا، مش مجالي الشرح والهري ده كله. يلا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تدعوا لامي، مش عايز منك حاجه تاني غير كده. سلام.